الكوزينه اللي غادي نجي نبقى نقابلها. يعني شي حاجه ديال القلي اولا تشوي شي حوت، ولا جبت شي حوت شي حاجه ديال القلي اولا ديال تشويه، ولا مهم شي حاجه بحال هكا. يعني كتبغي الفريت، كتبغي شي حاجه اخرى دوز بها شلايض، هذه كتشد لك اليد وكترون لك الكوزينه. يعني ما غاديش تقدري انك تجمعي شي حاجه في الدار. مهم هنا كنحاول ما امكن انني ندير شي حاجه اللي غادي نديرها في الفران اولا نخليها طيب ونمشي انا مهاني، وكنخلي ديك الحاجه كطيب على خاطرها. ملي كنجي كنلقى هذيك الغديوه ديالي انها طابت. هنا غادي نشارك معكم الحوت اللي غادي ندير اليوم للغدا، وغادي ندير واحد الحوت بالزبيب. ما عرفتش واش غادي تكونوا دقتوا، ولكن انا كيعجبني والله الا كنفضلوا على الحوت اللي كيجي بالخضره ولا سميتو. كيعجبني الحوت بالبصله والزبيب، كيجي واحد اللذه البنات. كنتمنى انكم تجربوها، والله الا كيجي غزال البنات. المهم عندي هنا هاد الحوت من هاد النوعيه. من بعد ما صوبته البنات عنده التصاويب ديالو، عرفتوا ملي كتبداو تصاوبوا هاد الحوت كترجع الكوزينه مرونه، كله داكشي كيطرش. المهم هنا البنات انا عندي هاد المس كنت واخداه ماشي على ود هاد الحوت، ما كنتش مجربه لهاد الحوت. المهم عارفينه راه هنا فيه هادشي ديال البطاطا، وهنا هادشي هاد البلاصه اللي نتقبوا بها شي حاجه ديال التفاحه ولا السفرجل ولا شي حاجه. هذا ديال الخيزو، راه كنت شاركته معكم واقيلا في شي حلوه ولا ما عرفت. المهم هذا فيه الحكاك، فيه بزاف ديال سميتو، وواحد الثمن اللي كيكون رخيص زعما ماشي ما غاليش. وقيلا شي 20 درهم ولا ما واصلاش، المهم بحال هكا. هنا البنات عنده هاد البلاصه، انا هاد البلاصه هي اللي ما كنتش مكتشفاها، ما كنتش عارفاها. منين خديته شحال هو عندي مخبي، يعني ما كنخدمش به ما والو. المهم واحد النهار انا نجربه، قلت انا نشوف. كنت كنخدم بهذا، كندير بهذا الحوت، ولكن قلت ارا نجربه. ولكن البنات عنده هنا على جوج ديال البلايص كيف ما كيبان لكم هنا. شفتوا هنا من هاد الجهه ومن هاد الجهه. ملي كتبداي كتقشري داك الحوت، داك القشور كله كيبقى من هاد الجهه ديال الداخل، انه ما كيطرش نهائيا. عرفتوا ملي كتبقاو تصاوبوا هاد النوعيه ديال الحوت اللي عنده القشره انها غليظه، ملي كتبقاو ديروا لها بحال هكا داكشي كلشي كيطرش في الكوزينه. المهم هنا انا كنصاوبوا غير بهذا، يعني غير بغيت نشاركو معكم الا لقيتو شي نهار هكا كيتباع ولا شي حاجه. يعني راه فيه بزاف ديال الحوايج اللي هما يعني كيبانوا ما كيبانش انه شي حاجه اللي هو زعما ما كيتسيرش، ولكن فيه بزاف ديال المنافع، بزاف د الحوايج اللي انهم كينفعونا حنا في الكوزينه. المهم حنا غادي نمشيو كيف ما قلت لكم. عندي هاد النوعيه ديال هاد الحوت اللي غادي نديرو بالبصله والزبيب ان شاء الله. عندي هنا واحد القبطه ديال المعدنوس اللي بعد ما نقيتها وغسلتها، وعندي هنا البصله وواحد الفلفله خضراء وواحد سميتها المطيشه وشويه واحد شي فصوص ديال الثوم. اما بالنسبه للتوابل البنات عندي هنا شويه ديال الخرقوم، غادي ندير واحد نصف ملعقه ديال الخرقوم، غادي ندير هنا التحميره، غادي ندير هنا شويه ديال السكنجبير، عندي هنا شويه ديال الابزار الابيض، عندي هنا شويه ديال هذا ما كنديروش في الحوت بتاتا، كنديرو غير في اللحم والدجاج. ولكن منين غادي ندير الحوت انه يعني فيه شويه ديال الزبيب والبصله، يعني غادي نبغيه شويه معسل، هذا كيعطي واحد النسمه اخرى. ولكن ما كنديروش انا في الحوت، غير ملي كندير الزبيب والاخر. ملي كندير الزبيب والبصله شي حاجه اللي هي حلوه عاد كنضيف لها هاد التوابل. ديما كنشاركها معكم في لي فيديوهات ديالي، فيها الكوزه وشويه ديال قرطقله وبسيبيسه، يعني هادشي كنجمعو كامل كنطحنو وكنديروه هنا في هاد القرعه. ملي كنجي كنلقاه انه عندي موجود، ماشي كنبقى نديرو حبه بحبه. عندي هنا بالنسبه للقرفه حتى هي البنات ما كنديرهاش في الحوت الا درت معاها البصله والزبيب، كندير معاها هاد القرفه يعني كتجي معسله سميتو. وطبعا عندي هنا الزبيب وهاد العصير ديال الحامض والزيت النباتيه والملحه. وخليوكم معايا اللي درتها ان شاء الله راكم معايا.
هنا البنات من بعد ما كملت الغدا يعني غادي نجي ندير داكشي اللي بغيت نديرو على خاطري، يعني ماشي شي حاجه اللي راني زربانه عليها. قبل ما غادي نبدا البنات غادي نمسح هذا البيت، يعني غادي نمسح الحيط وغادي ندوز على داكشي كامل. اول حاجه غادي نديرها، كانوا عندي هاد العلاقات ديجا كانوا شي علاقات راه كيبان لكم لي طخاص ديالهم تما كنلصقهم، ولكن ملي كتكون شي حاجه ثقيله مثلا غير الا كان بينوار اولا شي حاجه بحال هكا شويه ثقيله كتهبط لي في الارض، ولكن هادو يعني مفيكسيين في الحيط لا حتى في المنظر ديالهم انهم زوينين. يعني كيف ما قلت لكم، يعني قبل ما غادي نمسح غادي نتقب الحيط ندوز نلصقهم، عاد غادي نبدا نكمل الشغالات ديالي. المهم هنا البنات من بعد ما شاركت معكم دوك المجوره يعني اللي كندير فيهم صبابوط وشي وحدين خاصين بالليبات، ما نقولش لكم انهم نافعيني بزاف، حيت دوك الصبابوط الا ما درنا لهم شي بلاصه بحال هكا كيبقاو يتلاحوا من لهنا ولهنا. هنا بقى لي هذا المجر ديال الفلايل هو اللي كيدوخني في هذا البيت كامل. المهم غادي نحاول ما امكن انني غادي نمسحو ونرتبو حيت كلشي مخربق.
هنا البنات حتى هاد المونيكات اللي كيكونوا يعني بحال هادو ديال الصوفه ما كيكونش فيهم شي حاجه بحال هكا قاصحه ولا باش ما تضيعناش المصبانه ديالنا، بما انهم راه كيلوحوهم في شي خطرات في الارض كيهزوهم كيلعبوا بيهم وكيديروهم عند وجههم يعني كيتوسخوا. حتى هما كنديرهم في المصبانه بحال هكا. المهم هنا البنات من بعد ما جبتهم المصبانه يعني خرجوا انهم ناشفين مزيان، غادي نضرب فيهم الشميشه بما انها الشمس اليوم مشهبه وغادي نخليهم ينشفوا. البنات كيف ما كيبان لكم انني يعني ساليت هذا البيت، يعني حيدته والله تهنيت منه. بما قبل ما شاركت معكم داكشي كله بالمراحل، حيت ما يمكن ليش، حيت خصني نهار كامل انني كنصور ندوز لكم نهار كامل على الكاميرا. المهم هنا راه الليل كنحاول ما امكن يعني بما انني ساليت البيت خملته كامل وغسلت السرجه ومسحت الحيوطه، يعني نفس الشيء اللي راني شاركت معكم قبل في لي روتينات اللي راني درت فيهم التنظيف العميق. ما بغيتش نشارك معكم نفس الشيء باش ما يجيكمش انه الفيديو ممل ويكون نفس الروتينات، يعني يكون اللي في هذا الفيديو يكون في الفيديو الاخر، يعني بغيت نشارك معكم داكشي يكون مختلف. هنا راه الليل يعني كنرد غير داكشي يعني اللي خصو يطرد. دوك المهم دوك السريبتات اللي راني رديتهم فوق الكومودات، والكوفر اللي انني رديته كنت صبنته، والرواق حتى هو راني شاركته معكم. وكنرد لها هادشي ديال اللعاب يعني فين كتلعب، ومهم هادشي المهم التخربيق ديال الاطفال. راه كنت ديجا انني مسحت قبل يعني هاد البيوتا ديال النعاس اللي هما بويض كيهزوا الطبيعه البنات بزاف، وديجا انني يعني قبل منين غسلت السرجام وداكشي مسحتو بداك موزيل ديال الدهون كيحيد الطبيعه البنات وما كيوقع والو يعني بالنسبه لهاد المهم هاد الصبغه اللي كتكون في هاد الشيء. مهم كنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وحاولت ما امكن انني نشارك معكم داكشي اللي كندير، يعني هذا الشيء راه التنظيف العميق ما كنديروش يوميا، سير يعني حتى كتبان لي الحاجه انها خصها تجبد كنجبدها. وكيف ما قلت لكم كنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك، وخليتكم في رعايه الله في فيديو اخر ان شاء الله، وبسلام عليكم.